يمكن زي ما قال عبد الستار قريب لمونبلييه ان هو ينتقل الى فرنسا. مواليد كام اعتقد؟ مواليد اكتوبر 95. 95 يعني بتتكلم في 22 سنه تقريبا. 21 22 سنه تقريبا. طيب ممتاز. انا شايف كابتن هو من المميز جدا بالكور العرضيه جدا، بيلعب بدماغه كويس، يعني هو مهاجم كويس. لا من اللقطات اللي احنا شفناها هو من الواضح ان هو عنده قرار واحد، يعني هو بيقرر قرار واحد مش متردد. تمام. وهو برضو يمكن من الفراوده القليلين في تاريخ النادي الاهلي اللي يجي طويل القامه كده. يعني لما تلاقي معظم الفراوده يعني من ايام فيليكس لو تفتكر. فلافيو. الولد ده اللي راح الصين ده ايفونا. كوليبالي مدملكين. لكن ده ما شاء الله سرح النهارده. يعني قالوا لي دلوقتي الاستاذ محمد سام اتصل برئيس مجلس اداره نادي حسن الجديد المغربي. وساله سؤال صريح، قال له انه انتهى التعاقد وبنسبه 100% اللاعب في النادي الاهلي. زي ما محمود طاهر قدام الكعبه قال لنا ده حاجه محترمه جدا. انا برضو عايز اقول خبر انا متاكد منه بنسبه 99.9% انه احمد دويدار مضى للنادي الاهلي 4 سنوات. ومش هقول الفلوس لانه ده رزقه بقى، يعني انا عارف الرقم اللي ده اتاخد بيه، لكن مش هنقول ان ده رزق اللاعب. لا ما يصحش نقول الفلوس، لكن دي رزق اللاعب ما ينفعش. لكن هو اخذ 25% من قيمه تعاقده ومضى 4 سنوات. احمد دويدار في النادي الاهلي. كانت المفاضله بينه وبين محمود علاء، طبعا قلب دفاع وادي دجله، وهو فضل احمد دويدار كابتن حسام البدري، ووقع بالفعل 4 سنوات في النادي الاهلي. اعتقد ده خبر جديد بالنسبه لحضراتكم. طيب ولذلك حتى هو ما رضاش يتأيد افريقيا مع سموحه.